وشكون فينا اللي ما كيحماقش على خليه كيجي رائع. وليدي اليوم غادي نشارككم معكم طريقه سهله وبسيطه دغيا كتوجدوه، ما غاديش ياخذ معكم وقت كثير. هكايا في الفطور ديال الصباح مع البيض ومع خبيز ديال الطرش كاس ديال الاتاي، يا سلام علينا. نقول لكم عملوا حافظ الفيديو ونبداو على بركه الله. كنحتاج هنايا 1 كيلو ونص ديال اللحم اللي كنقطعوه هكايا شرائح، يعني هكايا طريفات. 1 كيلو ونص ديال اللحم من الاحسن يكون فيه شويه ديال الشحيمه. انا غادي نقطعو بحال هكايا الطريفات حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. وكيف ما كتشوفوا انا غادي نجمعو هكايا، غادي نديرو شي بواطه وغادي ندير ليه التوابل. عندي هنايا غادي ندير ليه الثومه. انا غادي ناخذ واحد راس ديال الثومه، هكا راس ديال الثومه كبير اللي غادي نقشرو وغادي نحكو وغادي نضيفو لهاد اللحيمات ديالي هنايا. من بعد غادي نضيف ليهم 1 معلقه صغيره معمره مزيان ديال الكمون، 1 معلقه صغيره حتى هي معمره مزيان ديال القزبر يابس يكون مطحون، 1 معلقه صغيره ديال الملح تكون مزيان حيت كيحتاج يكون فيه شويه ديال الملح. وغادي نخلط هكا كلشي مزيان، تنخلط بالمعلقه ومن بعد كملت بيديا باش يتخلط ليا داك المكونات مزيان مع اللحيمه وتبل ليا مزيان. انا صافي هنا غادي نغطيه وغادي نديرو في الثلاجه يبقى ليله كامله باش ديك المكونات كتطلق فيه مزيان. غنخلي ليله كامله كنتو مجربون عليه تقدروا طيبوه في ساعه. صافي هنا على غد ليه كناخذ واحد الكوكوط كندير فيها هاد، وغادي نضيف ليهم 400 غرام ديال الشحمه اللي طحنتها في الحشوه. هكا طحنتها مزيان في الحشوه غادي نضيفها على ديك الطريطه ديال اللحم. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت الزيتون وغادي نضيف ليه نص كاس ديال الماء يكون عادي. صافي هنايا انا غادي نسد عليها الكوكوط وغادي ندير ليها الصفاره وغادي نحطها طيب على النار اللي تكون مهيله. راه كيما غادي تشوفوا راه العافيه لازم تكون مهيله وغادي نخليه يطيب. راه كياخذ من 45 دقيقه حتى ساعه ديال الطياب. بعد ملي كنطفي عليك اللحيمه طابت كنخليه يتقلى ليا وانا محيده ليه الغطايه كنخليه يتقلى بحال هكا حتى كيبان لكم ديك الماء ديالو تبخر. بقات لينا غير ديك الزويته ديالو باش تجينا يعني الخليط ديالنا زوين وما يغمالش لكم وما يخسرش لكم ويدوز معكم وقت كثير ويبقى لكم مزيان. صافي هنا مباشره انا خديت واحد القريعه ديال الزيت اللي كانوا معقمين وغسلتهم مزيان. كنحط فيهم هذيك يعني هذيك الخليط ديالي كنعمرو كنغلق عليه هكا بالغلاقه ونسد عليه. الا بغيتو يبقى معايا مده طويله هو سخون بحال هكا كبيتو في القاعه كنسد عليه مزيان ونخليه في الثلاجه. يعني فاش ما بغينا كناخذو منه ونستعملوه راه كيجي زوين هكا مع البيض مليويه ديال الخليع ولا مسيمنات ديال الخليع راه كيجيو رائعين. وما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم ليا وحركات اكسبلور.